صباح الخير، صباح الهنا، صباح الجمال، أجمل صباح على أجمل متابعين في الدنيا، على أحلى ناس في حياتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير والله العظيم. بجد انت أكبر نعمة ربنا اداهالي. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت ونورت القناة. ومتشكرة جدا لكل الناس اللي معايا. عشان خاطر الناس الجميلة الحلوة عملت لكم الفيديو ده النهاردة. العيش الفينو بأقل التكاليف. عملنا من كيلو دي واحد ما شاء الله 24 رغيف. حاجة كده فظيعة. بصوا هو شكله يعني بصوا ما بوصفش جماله. ما بوصفش الطعم بتاعه. فما شاء الله عايزاكي تجربي بنفس الطريقة بتاعتي، وتعالي بسرعة نقول المقادير. أول مرة تشوفي القناة حطي لي لايك وحطي لي اشتراك. ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وجبنا معانا كيلو من الدقيق. عليه طبعا معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقة صغيرة ملح. تمام. رحت نازلة بالمواد الجافة على الدقيق بتاعي. عليهم كوبايتين من المية. كوبايتين طبعا الجو برد. كوبايتين من المية الدافية. تمام تمام. هنحتاج معانا كوبايتين ونص للكيلو الدقيق مية. بس أنا حطيت كوبايتين الأول وهشوف هحتاجهم ولا مش هحتاجهم. المهم إن أنا هنا خلاص بعد ما كل المواد المية كده امتزجت بالدقيق بتاعي. رحت نازلة بنص كوباية الزيت. تمام. وهنفضل نعجن بقى كده، وبعدين زي ما حضراتكم شايفين هنعجن من حوالي من 10 دقايق لربع ساعة لحد ما العجينة بتاعتي تبقى زي الفل كده وتسيب ايديا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزين عجينة طرية مش بتلزق في الايد. علشان اي مخبوزات معاكي تبقى ناجحة، العجينة بتاعتها لازم تبقى طرية ومش بتلزق في الايد. فزي ما حضراتكم شايفين هنفضل نعجن كده حوالي ربع ساعة. وكل ما بشوفها لسه العجينة بتقطع معايا ما تمسكتش كويس بروح عجنة. المهم ان هنا خلاص هي بقت زي الفل وزي القمر. رحت دهنها دهنة زيت كده، وبعدين رحت مغطيها بكيس استرتش. بعد ربع ساعة أو تلت ساعة طبعا علشان الخميرة بتاعتي كويسة جدا، رحت لقيتها اختمرت. المهم ان انا بقطع العجين هنا كده زي قد الكرة زي البيضة بالظبط. تمام. فجيت بقى قلت اعمله على الصينية وادهن دهن الدقيق، او ارش رش الدقيق كده. انا خايفة لا يلزق في ايديا، الحمد لله طلع ما لزقش ولا اي حاجة. ما شاء الله نقلته على الصينية التانية. المهم ان انا قطعته كور كده زي ما حضراتكم شايفين. ورحت مغطياه كمان ارتاح حوالي ربع ساعة. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا. بعد ما العجينة بتاعتي اتضاعف حجمها رحت جايباها بقى كده، قلت نعملهم مع بعض كده. زي ما حضراتكم شايفين هنبططه على ايدينا من غير اي حاجة بايدينا. ما شاء الله العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة. وبنقفل كده زي ما انتوا شايفين بنعملها على هيئة مستطيل. وبنقفل من كل الاطراف زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. وكمان بس. وبنقفلها من الجناب كده، وطبعا الطرف اللي هو الاخير باحاول إن أنا أقفّله كويس. وباقفّل من الجناب كويس طبعًا، وبابرمها برمة كده أو بالفّها لفّة علشان خاطر تبقى يعني متجوّفة كده من جوّه. ما فيش، أنا مش عايزة فراغات ولا عايزة، يعني مش عايزة كُتل بصراحة، عايزاها كلّها تبقى مساوية بعضها. جِبت طبعًا صينية معايا دهنتها دهنة زيت. وبارُص على الصينية، وكل اللي بارُصّه باغطّيه بكيس استرتش أو كيس تلاجة علشان خاطر وشه ما ينشفش معايا. نعمل كمان واحدة مع بعض. بنبططها على هيئة مستطيل كده ما شاء الله، وبنقفل من كل الجوانب اهو زي ما حضراتكم شايفين. والطرف الاخير بقفله كويس بايديا. ومن الجنبين اهو من البوزة بتاعته كده بقفلها كويس اهو. وبفرها فرة كده تحت ايدي بسيطة علشان خاطر بس كده الرغيف يظبط معايا. وبحطه على الصينية بسرعة. وبسيبه كمان يتخمر حوالي نص ساعة أو تلت ساعة بالكتير لحد ما يتضاعف حجمه معايا. كنت مولعة الفرن بتاعي مسخناه. وبعدين بعد ما بيسخن باروح حاطاه. طبعًا أنا عاملاه في الفرن بتاع الغاز. باولّع له النار من تحت طبعًا بتكون هادية، ومن الجناب بتكون هادية. تِلت ساعة أو نُص ساعة بالكتير ل5 بيكون خارج معاكِ بالجمال ده. بعد ما بيخرج معايا بقى باروح دهناه كده دهنة زبدة على الوش أو شوية مَيّة زي ما حضراتكم شايفين بالضبط. وطبعًا بنحطه في كيس علشان خاطر يحتفظ بالحيوية بتاعته ويفضل طري معانا. شايفين الجمال وشايفين الحلويات. زي ما قلت لحضراتكم ان انا عملت من كيلو دي 24 رغيف. شايفين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان ان اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. ولتاني مرة بشكر كل الناس الجميلة اللي دخلت عندي في القناة. متشكرة جدا لحضراتكم وربنا يديمكم نعمة في حياتي.